في شأن آخر، استأنف اليوم قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة جلسات الاستماع لكمال الشيخي المدعو البوشي والمتهم بإدخال أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين. وستكون جلسات الاستماع متعلقة بقضية كمال شيخي دون شركائه، والمتمثلة في حيازة فيديوهات توثق منح هدايا ورشاوى لمسؤولين. نطلبوا من العداله ان شاء الله الافراج على هذا كمال شيخي وخاوته، والعقارات اللي راهم يقولوا عنده العقارات وراه شراهم بغير طريقه قانونيه، هو شاري كلش بطريقه قانونيه وعنده الاثباتات. وعلى المزايا راهم يقول المزايا دوك اذا عنده حاجه تاع مزايا ولا يتعاقب عليها، ولا ما عندوش ان شاء الله يخرج ان شاء الله. هو نورمالمون ما عندوش ان شاء الله. وعندنا ثقه كبيره في السيد رئيس الجمهوريه القاضي الاول في البلاد، وعندنا ثقه كبيره ان شاء الله في ثاني وزير العدل. احنا واش نطالبوا ان شاء الله الافراج المؤقت ويشارعوا على برا. هاد الناس ان شاء الله راهم لاباس عليهم، صافيين وافيين، راهم قدامهم هنا، يحبوا ينحوا لهم جوازات السفر تاعهم، ينحوا لهم ويشارعوا على برا. هم وليدات الجزائر.